ما عندنا ذكرى؟ طيب ما عندنا ذكرى. من بعد مسيرة 35 سنة في مجال الفن وطولة العمر إن شاء الله، لو تكون ناقد أنت اليوم معي في برنامج أخطائي، انقد لي عمل معين، ممثل معين، كاتب معين، كيف راح يكون النقد؟ انقد لي كم حالة. يعني عمل معين، خلينا نقول تحياتي إلى كادر برنامج ولاية بطيخ، طبعا تحياتي لهم كلهم زملائنا واخواننا، علي فاضل، غسان، أمير، غيره. حلو أن تأخذ مواضيع، لكن أخذ مواضيع ما تسيء إلى مجتمعك. يعني أفهم من كلامك كيف تكون اليوم ويانا تأخذ دور الناقد، اليوم معنا تأخذ دور الناقد، انه اليوم حاب تنقد مباشره بديت بولايه بطيخ لان نشوف مواضيعهم مو بالمستوى مثلا؟ مو بالمستوى، انا من اخذ موضوع يجب ان اتبناها لطروحات معينه ولاصلاح شأن ما. وما قدروا يعني شنو الفائده انا اذا اطلع الشرطي الفاسد نفسه وهو الشرطي الفاسد ده يتحدث؟ شنو القيمه؟ بالعكس، شرطتنا اليوم بها وزير داخليه رائع، تحياتي الى الاخ قاسم الاعرجي، بها ضباط جيدين، هذا لا يعني انه ماكو ناس مو زينه، لا بالعكس، بدأوا يفرضون الأمن والأمان. غير بعدين أن ناخذ الكلام بطبيعته المو حلوة، مثلا يعني يعني العفو للمفردة، أن كذا كذا يجي هاي أشياء مو حلوة. هذا تلفزيون، هذا يشاهدك 35 مليون مشاهد، أضف إلى ذلك المشاهدات على اليوتيوب، فلازم ننتقي. وأن يعني كم مرة تعرضوا إلى حالة مثلا قوامه وزعل وبين عشائر، كم مره؟ مرتين ثلاثه. طيب بس اللي شاهدنا حاليا يقول لك انت تعرضت لمحاولة اغتيال، انت همينا على عندك الفاظ على التلفاز همينا مو بالمستوى. أنا برنامج يقال ان هذا الكلام أنا برنامج، فليش ما تصلح من نفسك؟ برنامج اسيء الى ناس اساءوا للعراق، اسأت اني لداعش، لغيرها الى كل من ادخل الالم والهم والغم على كل، لام شهيد، لام جريح، لام مفقود، لام سبايكر، يعني إذا رسالتك لهم كناقد شخص لي حال اليوم. كناقد أنا أرجو منهم أن يطرحون اليوم ما بعد هذا التغيير. ايش راح نسوي احنا كفنانين، احنا كاعلاميين، احنا كشعراء، احنا كنقاد، كصحافه، كفضائيات؟ طيب ايش راح نقدم؟ غيرهم انقد لي بعد حالات